مستمعي راديو هيفي اف ام، اسعد الله اوقاتكم. تعتبر الديمقراطيه من المسائل الهامه والتي شغلت الناس، فمن اجلها تخاض حروب ومن اجلها تتغير انظمه حكم. كما هناك اشكالات معرفيه كثيره تتعلق بمساله الديمقراطيه، والقاء اضاءات اكثر على هذا الموضوع يسرنا في منتدى هيفي الثقافي ان نستضيف الكاتب والباحث الاستاذ عزيز توما. فاهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا. بدايه، من هو عزيز توما وما الذي يشغل باله في مجال الكتابة؟ طبعا أولا أستاذ فرحان أشكركم وأشكر راديو هيفي على هذه الاستضافة. أنا عزيز توما، طبعا مجاز لغة فرنسية، يعني من فترة طويلة بدأت بتعليم اللغة الفرنسية وحتى الآن. طبعا أسكن في بلدة تربسبية قبور البيض، خلينا نقول بالسرياني قبري حيوري باللغات الثلاث يعني. طبعا بدأت أنا بالكتابة في وقت مبكر، ونشرت في دوريات مختلفة، في دورات عربية ومحلية، وكان المقالات والكتابات تتركز على نواحي على الأدب والفلسفة. وطبعا ترجمت عدة كتب فلسفية من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، وفي دور نشر مختلفة، دور نشر محلية ولبنانية طبعا. وكان يرافقني بالترجمة الأستاذ الكبير إبراهيم محمود. وثم طبعا فيما بعد من بعد خلال الأزمة تقريبا توقفنا عن الكتابة بسبب الظروف الراهنة. طبعا الكتابة كانت في البداية عندي لدي هاجس، كان الهدف أنه نحاول أن نحقق أهداف معينة في تطوير هذا المجتمع، ونحقق الحداثة المرتقبة في هذا الشرق المضطرب، ونستطيع فيما بعد أن نواكب الدول المتطورة ونواكب العصر ونحقق قيمها في العدالة والمساواة والحرية. وسأركز معك أستاذ عزيز في هذا الحوار على مسائل الديمقراطية، والتي كما قلت في المقدمة أنها شغلت الناس وما زالت. فما هي الديمقراطية من وجهة نظرك؟ طبعا الديمقراطية يعني لكي نعرفها تحتاج إلى وقت طويل يعني، لكن يمكن أن نختصر الديمقراطية على أنها تجربة إنسانية عالمية أثبتت جدارتها على مر الزمن، وتجربة طبعا خاضها العقل البشري. العقل البشري هو الذي حقق الديمقراطية. طبعا هناك أنظمة حكم أخرى طبعا أثبتت فشلها، كالنظم التيوقراطية والنظم الملكية والدكتاتورية إلى آخره، لكن الديمقراطية بقيت تعكس الروح البشري الساري في التاريخ، إنجاز التوصيف الهيجلي. طبعا الديمقراطية لا يمكن تحقيقها في مجتمع إلا إذا تحققت الحرية الفردية أو الحرية الشخصية. الديمقراطية بدأت في عصور متأخرة، بدأت في أثينا، وكانت الفكرة بسيطة جدا في البداية، لكنها كانت بمثابة قاعدة للتطور فيما بعد. ثم هذه التجربة تراكمت منذ عصور مختلفة حتى وصلت إلى الشكل الحالي الذي تمثله الديمقراطيات الغربية، وخاصة بعض الدول التي وصلت إلى الأوج في مسألة الديمقراطية. لكن أريد أن أقول أن الديمقراطية لم تكتمل بعد، وهي أيضا ما زالت في طور النمو، كالديمقراطية البريطانية التي تعتبر من أعلى الديمقراطيات. تحاول أن تسد الثغرات الموجودة في الديمقراطية لتصل إلى الشكل الكامل. إذن من هنا أستاذ عزيز
تقول بأنه ليس هناك ديمقراطية واحدة، إنما هناك ديمقراطيات متعددة. نعم، طبعا أريد أن أقول هناك ديمقراطية واحدة من حيث القاعدة ومن حيث المفهوم. الديمقراطية عندما تركز على المساواة والعدالة والحرية وحكم الشعب، هذه ثوابت يعني لا نستطيع أن نغيرها. لكن هناك ديمقراطيات يعني التفاوت بينها هي طفيفة جدا، يعني كمثلا نقول الديمقراطية البريطانية والسويسرية والأمريكية والفرنسية. هذه الديمقراطية تتباين، لكن كلها تشترك في قاعدة هي احترام الإنسان وحقوقه واحترام حرية الفرد. طبعا هناك من يقول أن هناك ديمقراطيات مثلا في الشرق نطبق ديمقراطية تناسب قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا. هنا عندنا يدعي الحكام في الدولة الوطنية كما تسمى في منطقتنا بأنهم يمارسون ديمقراطيات خاصة بهم، فهل ذلك يناسب شعوبنا برأيك، أم يناسب الحكام واستمراريتهم على سدة الحكم؟ نعم، أنا أتصور مثل ما قلت هلا سابقا أن هي ديمقراطية واحدة، لا توجد ديمقراطيات. يعني الأنظمة الدكتاتورية التي تدعي بأنها يجب أن تطبق ديمقراطيات خاصة بها، هذه أنا أتصور يعني جنون. هذه ديمقراطيات مزيفة، يعني هي ليست ديمقراطية، هي عبارة عن مسخ. الديمقراطية هي مثل ما قلت تجربة عالمية يمكن تطبيقها، لكن بشروط. يعني بشروط الديمقراطية يجب مثل ما قلت التخلي عن مسائل مهمة. إذا لم نستطيع التخلي عنها فلا يمكن تطبيق الديمقراطية. مثلا التخلي عن الطائفية، يعني ينبغي إجراء القطيعة مع الموروث الثقافي، وإلا لا يمكن تطبيق الديمقراطية. فلذلك تطبيق الديمقراطية يحتاج إلى تطبيق قاعدتها الأساسية. أما ما عدا ذلك ليست ديمقراطية، عبارة عن شكل من أنظمة الحكم ليس له ملامح. ونحن في الشرق بكل مكوناتنا، هل من حرج في تبني الديمقراطيات التي في الغرب من زاوية التباعد أو الاختلاف في القيم الاجتماعية والتربية ومنظومة الأخلاق القائمة؟ لا طبعا، يعني الديمقراطية هي تنبع من الشعب، يعني لكن أي شعب. نحن نحتاج إلى شعب يجب أن يتخلى عن مجموعة من القيم. يعني لا يمكن مثل ما قلت أنه تطبيق الديمقراطية الغربية ونحن ما زلنا متمسكين بالموروث الثقافي، يعني هذا غير ممكن، يعني هذا انتحار. يعني مثلا هناك تجربة مهمة في الشرق لم تتحقق الديمقراطية فيها. مثلا عند زوال النظام الطاغية في العراق، فيما بعد أجرت انتخابات لكن لم تطبق الديمقراطية بسبب مثلا أهم مسألة أنه لم تتحقق العلمانية في هذا البلد، أي فصل الدين عن الدولة. كيف يمكن تطبيق الديمقراطية وهناك ما زال أحزاب دينية وإلى آخره وعدم الفصل بين الدين والدولة؟ الديمقراطية لا تختزل في الذهاب إلى صناديق الاقتراع وفيما بعد نقول الديمقراطية لم تطبق. بالطبع يعني هناك يعني لابد من التخلي عن الأحقاد والكراهية على أساس الطائفية والدينية والقومية إلى آخره. متى ما تجاوزناها نستطيع تطبيق الديمقراطية، لما لا؟ يعني الديمقراطية الغربية مناسبة لكل المجتمعات لكن بشروط. يعني إذا أنت تقول أنه لا يمكن صناعة الديمقراطية بالقوة مثلا، وهي بالنهاية فرز حضاري وكل المجتمعات ستصل إليه مع فارق في التواريخ وحجم في التضحيات في الطريق نعم. لهذه الديمقراطية. نعم بالطبع، يعني الديمقراطية تطبق، يعني لكن مثل ما قلت أنه تحتاج إلى تربة صالحة. يعني لا يمكن تفرض الديمقراطية بالقوة، هذا جنون، يعني لا يمكن أبدا. يعني جاءت أمريكا وفرضت الديمقراطيات في بعض الدول، فيما بعد أصبحت هذه الدول مساحة أو فضاء للنزاعات الهائلة، النزاعات الطائفية وغيرها. يعني فلذلك الديمقراطية يجب أن تنبع من الشعوب، يعني ولا بد أن هذه الشعوب هي التي تصنع الديمقراطية. إذن لا يمكن التطبيق الديمقراطية بالقوة، وهذا ما يجب عمله.
وفي المحور الآخر من حوارنا هذا اسمح لي وأنت تنتمي لأقلية معينة، وأحب أن أذكر أن هذه الاصطلاحات تشكل حرجا للكثير من المثقفين، لأن تقسيم المجتمع وفقها له أهداف خاصة وغير مستحبة غالبا. على كل، أسألك أستاذ عزيز، كيف تنظر الأقليات إلى الأكثرية من المنظور الاجتماعي في دول لم تعهد القيم الديمقراطية بعد؟ طبعا يعني هي موضوع الأقليات يعني دائما كانت مقموعة عبر التاريخ في المشرق، وكانت دائما الأكثرية تمارس قمع ضد الأقليات. يعني طبعا في المنظور الديمقراطي تقسيم المجتمع إلى أكثرية وأقلية هذا أمر مرفوض جدا. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الديمقراطية فلا يجب مطلقا أن نتحدث على حكم الأكثرية وأقلية، يعني يجب الحديث عن المواطن والمواطنة. فنحن طبعا يعني أنا كوني من الأقليات يعني بين قوسين يعني أستطيع القول بأننا يعني والأقليات الأخرى طبعا يعني عانت عبر التاريخ من قمع ثقافي وقمع ربما ديموغرافي وإلى آخره. فلذلك من المنظور الديمقراطي موضوع الأقلية والأكثرية موضوع مرفوض تماما. يجب الحديث عن دولة المواطنة والمواطن يعني. وأنا برأيي كأقلية كل الثقافات الموجودة إن كانت ثقافة الأقلية أو الأكثرية هي ثقافات البلد. يعني هذه الثقافات عبارة عن ثروة يجب أن تتطور إلى أعلى مراحلها كما تجري في الدول الراقية مثل سويسرا. هناك ثقافات مختلفة يعني. فأعود أن أقول أنه يجب رفض هذا المنطق الأكثرية والأقلية. ولكن يمارس ذلك على مستوى السياسة على الأقل. لا طبعا أنا رأيي أنه مرفوض. يعني هلا يعني هذه التجربة أثبت فشلها. يعني إذا بدنا ندخل إلى نادي العصر يعني مفروض تجاوز هذه المسألة. في مجتمع متعدد المكونات إثنية وطائفية وقومية، كيف يمكن برأيك خلق توليفة حكم صالح للجميع؟ وهل ذلك ممكن؟ نعم ممكن. يعني خلينا نبدأ بالدستور. يعني الدستور لما يكون منصف في دولة ما جميع هذه المكونات تأخذ حقها بشكل صحيح. يعني هي مكونات ثقافية أو إثنية، هي ضمن دولة واحدة، ضمن دولة وطنية يعني. فهذه المكونات هي ثروة للبلد، هذه الثقافات هي ثروة للبلد، يجب احترامها على قدم مساواة. يعني لا يجوز يعني تفضيل مكون على مكون على أساس الأكثرية وأقلية. فهذه الثقافات تندرج ضمن منظور وطني. يعني أثبتت تجارب الكثير من الدول التي اعتمدت ديمقراطية الطوائف كما تسمى ودائما بين قوسين، أثبتت هذه التجربة فشلها ولم تستطع التخلص من مشاكلها كالصراع على المناصب وتعطيل عمليات اتخاذ القرارات وما إلى ذلك. ألا تعتقد أستاذ عزيز في هذه الحالة أن الديمقراطية مثابة تنظيم للصراع وليس إنهاء له؟ نعم صحيح. يعني أنا هنا أتحدث عن التجربة اللبنانية، هي يمكن من أفضل الأمثلة. يعني ديمقراطية الطوائف. يعني هذه ليست ديمقراطية أبدا، هذا مسخ. يعني جميع الأحزاب التي تشارك في الدولة طبعا أو الطوائف تشارك على أساس حزبي يعني، وتشارك على أساس أن الديمقراطية التوافقية. وبالطبع بالنتيجة هي أصبح يعني المكان حلبة للصراعات، ولم يتحقق أي شيء على المسار الديمقراطي. وطبعا الحديث عن ديمقراطية الطوائف هذا غير ممكن أبدا. يعني لا يجوز ربط الديمقراطية بالطائفة أو الطوائف. وأنت تنظر في لبنان لإزالة بعض النفايات من العاصمة بيروت، تتحول هذه القضية إلى قضية سياسية كبرى. طبعا يعني وهذا أمر مؤلم. يعني أريد أن أعلق قليلا على التجربة اللبنانية، وأيضا هي التجربة العراقية هي تجربة مثيلة إلى حد كبير. يعني أيضا في العراق هناك تجربة الطوائف، هناك توزيع على أساس سني وشيعي وكردي إلى آخره. يعني طبعا هذه ليست ديمقراطية. يعني وكما ترى أن الصراعات قائمة ربما إلى الأبد. يعني طالما هي هناك مشكلة موجودة فإذا تبقى الأزمة في الواقع. يعني والتجربة اللبنانية هي مثيلة يعني تماما. يعني إذا كان هناك سابقا شيء من الديمقراطية في لبنان، أعتقد كان هناك إرث مسيحي يعني،
وفيما بعد طبعا هذا الإرث تبدد، يعني في دخول طوائف أخرى وإلى آخره، يعني هي الموضوع معقد يعني، وصلنا إلى ما وصلنا إليه. يعني بالطبع الآن لا توجد ديمقراطية في لبنان مطلقا يعني. طبعا مع هذا الاستحضار الصراع نعم. التاريخي في العمق التاريخي، نعم. يتم استحضار هذه الإشكالات التاريخية كالصراع بين السنة والشيعة، نعم. أو بين المسلم والمسيحي. نعم. بالطبع يعني أستاذ فرحان، يعني هناك صراعات تستحضر في التاريخ يعني، وهذا أمر مؤسف جدا. يعني أنا دائما أقول في ندوات أنه ما زال أتباع علي وعمر يتقاتلون الآن يعني، وهذا أمر مؤلم. إذا كان علي وعمر تقاتلوا، طيب لماذا أنتم تتقاتلون؟ لماذا لا تفكرون في بناء دولة حديثة وتتركون الماضي؟ كان الماضي يجيب على أسئلة معينة يعني، والآن هذا غير ممكن، هذا الاستحضار يعني. فيعني المشكلة تبدو مستعصية أحيانا. نعم. في دولة كسوريا تضم عدد كبير من المكونات، ما هو بديله الواقعي؟ إذا علمنا بطبيعة الحال أن الطموح في النظام الديمقراطي لا نهائي، فالكل يطمح أن يكون في مكان اتخاذ القرار مثلا، والجميع بهذا المعنى يطمح إلى السلطة. إذن حسب ما أفهم أن الديمقراطية لن تستطيع أن تحل مشاكلنا الناتجة عن الطموح والتداخل بين المكونات. لا يعني هو يعني أنا يعني أعيد يعني ما قلت أنه يمكن تطبيق الديمقراطية، لكن بشرط تجاوز مفهوم الطائفة وموضوع الإثنيات. يعني نحتاج إلى دستور ينصف الناس، يعني ينصف كل المكونات الموجودة في المجتمع. طبعا بالمقابل لا يمكن تجاوز هذه المكونات بنظام يعني بنظام إقصاء يعني. فيمكن تحل كل هذه المشكلات بدستور ينصف الجميع وينصف المكونات الموجودة حسب أطر العصر. فلهذا أنا أقول أنه يعني المكونات هي عبارة عن ثروة، ولا بد من استفادة من هذه الثروة الوطنية. والإنسان هنا أين هو الإنسان؟ العاقل. هل نحتاج الديمقراطية هل تحتاج إلى إنسان متخلص وعابر للطائفة أو للمكون الإثني؟ نحن هدفنا أستاذ فرحان هو صناعة إنسان متمرد، يعني إنسان تحرر من كل هذه الأزمات، يعني الطائفية والأحقاد والكراهية وإلى آخره. وتبقى في النهاية متى ما حصلنا على هذا الإنسان المتمرد الحر، عندئذ يمكن حل كل مشكلاتنا. ونحن هلا في طور صياغة هذا الإنسان. بدون الوصول لهذا الإنسان لا يمكن تطبيق، لا يمكن أن نواكب قيم العصر في العدالة والمساواة والحرية. وهي الأزمات القائمة الآن هي تعكس أزمة إنساننا، الإنسان الممتلئ بالأسبقيات والممتلئ بالأحقاد، يعني الأحقاد الطائفية وإلى آخره يعني. إذن الإنسان يشد إلى انتمائه المتخلف. نعم بالطبع، يعني لابد أنه تجاوز هذا الانتماء يعني ويدخل في نادي الإنسانية. ومتى ما دخل إلى نادي الإنسانية يمكن الحل. لماذا مثلا كثير من الدول التي كانت في أوروبا الشرقية حاولت تجاوز مشكلاتها وثم دخلت مباشرة، طبعا أقصد الدول في الشيوعية، استطاعت أن تتجاوز مشكلة التخلص من أنظمتها المستبدة، وبعدئذ دخلت إلى نادي العصر وطبقت ديمقراطياتها بسرعة فائقة. نعم. واستطراد أن أسألك أستاذي، هل القوة ستحل مشاكلنا أم أن أسلوبا آخر علينا إيجاده للتفاهم بيننا؟ نعم، هو طبعا منطق الحوار هو المهم يعني. وثم أشدد على منظمات المجتمع المدني، هي تقع المسؤولية على عاتقها كثيرا لبناء مجتمع الديمقراطية. نحن نحتاج إلى
تغيير في المجتمع يعني، وبدون تغيير في ثقافة المجتمع لا يمكن أن نصل إلى أي حل يعني. وأخيرا، إلى أين نحن نسير برأيك؟ نسير أستاذ فرحانة طبعا هناك يعني قدر من التشاؤم يعني، لأنه المشهد الحالي هو مشهد مرعب جدا يعني. طبعا تبدو أنه الأفق إلى حد ما مسدودة، لكن بجهود المثقفين والمؤسسات المجتمع المدني يمكن صياغة إنسان حديث يعني، وثم التغلب على هذه المشكلات المستعصية. وفي كلمتك الأخيرة ماذا تقول فيها؟ أنا طبعا بدي أشكركم كتير يعني شكر جزيل. أعتقد أن مساهماتكم تستحق التقدير، وطبعا نحن جميعنا في سفينة واحدة، إذا غرقت السفينة فنحن جميعا سنغرق. الأمر يتطلب جهود كبيرة لمواكبة العصر. أستاذ عزيز توما، شكرا جزيلا على إتاحتك لنا هذه الفرصة للحوار معك. شكرا مرة أخرى. أعزائي المستمعين، كنتم في منتدى هيفي الثقافي، وكان معنا ضيفا الكاتب والباحث عزيز توما، ومع أطيب تحياتي أنا فرحان كلاش، وإلى لقاء آخر. شكرا.